باقا تتقلبي على شوربه اولا سوب تنوعي بها في هذا رمضان؟ اليوم جبت لك شوربه سهله مهله، ما تطلبش وقت كثير ما بين التحضير والطياب ديالها، نص ساعه الا كثرتي. مكونات بسيطه ولكن تجي كريميه وبنينه، ما تقنعيش منها، ماشي غير هضره، فعلا سهل تجربيها. نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيد الخلق، ونقولوا بسم الله. جيبي الشامبينيون اللي هو اساس الوصفه وقطعيه بهذه الطريقه، واذا ما لقيتيش استعملي المعلب. هاد الشوربه تيحضروها في اشهر المطاعم، ولكن شي حاجه ما تتقاومش خصوصا في البرد، تتسخن الذات زياده على ان الفطر تعزز لنا المناعه وفي معادن وفيتامينات كثيره. وجيبي صدر ديال الدجاج اولا لدند بالكميه اللي بغيتي وقطعي حتى هو طريفات صغار. واللي زوين في هاد الشوربه انه واخا يكون عندك غير طريف صغير ديال لدند تتخرجي منه شرب. والمكون الثاني اللي تيزيد يلذذها هي البصله الخضاريه، الا لقيتيها اختي ما تردديش انك توجدي بها لاصوب، واحد النسمه فيها، ولكن الا كان لقيتها نقطعوها طريفات صغار. جيبي طنجره وديري فيها طريف ديال الزبده، من الاحسن تكون حيوانيه، وزيدي شويه ديال الزيت النباتيه وحطيها فوق العافيه حتى تذوب الزبده. زيدي البصله اللي قطعتي وضيفي لدند يلا ياخذ الوقت ديالو في التشحار مع البصله، معلقه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وخليهم ياخذوا وقتهم في التشحار حتى تلقوا الماء الطبيعي ديالهم. زيدي عليهم 2 حتى 3 المعالق ديال الدقيق الابيض وحركي الخليط وروي بالماء السخون، وضيفي عليهم الشامبينيون على الفطر. المكونات كلها تطيب دغيا، وغطي الطنجره ديالك وخليها طيب ربع ساعه. والوقت اللي تطيب فيه الشوربه بغيت نتقاسم معكم واحد الطريقه ديال تحضير الشامبينيون مشحر كتجي بنينه. خدي مقيله ديري فيها شويه ديال الزيت والزبده، زيدي عليها بصيله مشلضه مليحه مزيره، وملي طيح البصله زيدي عليها القزبر ومعدنوس والشامبينيون وخليهم يطيبوا. ملي تحمر البصله والشامبينيون زيدي عليهم شويه ديال لاشابليون. وها الشامبينيون مشحر واجد تيجي لذيذ بهذه الطريقه. ونرجعوا للشوربه ديالنا نشوفوا واش طابت. نزيدوا عليها 3 ديال الفرماجات مفلتين ونخليهم غير الوقت اللي يذوبوا فيهم. نضيفوا لهم اخر مكون وهي القشده الطريه اولا لا كريم فريش. وها لاصوب ديالنا وجدات، تتجي كريميه وتتشبع. ناوليها مع طريفات ديال الخبز مدهونين بالزبيده والثومه والزعتر ومكرمين في الفران بلا رمضان، عشيوه معتبره وردي عليا الجواب. وإلا عجباتكم ما تنساوش اختكم من صالح الدعاء وتبارطاجوه مع احبابكم واصدقائكم. وكيف ما متعودين كل نهار نمشيو نشوفوا الاطباق ديال الفطور اللي وجدت اليوم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع افكار واطباق جديده. ومره اخرى تنتمنى لكم رمضان كريم، ينعاد عليكم الصحه والسلامه، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تصبحوا على خير.